تقول صاحبة القصة: في سنة من السنين في فلوس كانت مبعوثة لناس، والمفروض ان انا اوصلها. ولما روحت بيتي بلغت جوزي ان الفلوس دول رايحين للناس دول، فرد عليها وقال لها: هم يعرفوا ان في فلوس جايه لهم؟ قالت: لا، بس الشخص قال كمان اللي يديهم الفلوس دي ما يعرفوش هو مين. فجوزها قال لها: ما تيجي ناخد جزء منهم ونديهم الباقي. وبالفعل حصل، وهي حاسه بتأنيب ضمير انها ما تقدرش تقول ان انا خدت منهم، بس بتحاول ترد جزء من الفلوس دي على هيئة مساعدة منها ليهم. وكل يوم ضميرها بيأنبها، وكل يوم بتحس بألم، خصوصا ان هي ما كانتش فاهمة عقوبة خيانة الأمانة، وما كانتش عارفة ان اصلا دي خيانة أمانة. هي فكرت ان ده شيء عادي، وكل ما تكبر تحس بخوف اكتر. وجوزها طبعا مش فارقة معاه. بتسألكم: هل الفلوس اللي انا بديها لهم مساعدة ممكن تتحسب من الفلوس اللي عليا للناس دول، ولا دي حاجة ودي حاجة؟ طب بتقولكوا ينفع تنوي ان الفلوس دي تكون مكان الفلوس اللي خدتها، ولا مش هينفع؟ ولازم تقول ان هي خدت الفلوس دي في يوم من الايام للناس اللي خدتهم منها. كلمة ليكم.